كما هو معلوم مشاهدينا، فقد أحبطت قوات الأمن المغربية عملية الهجرة الجماعية لما لا يقل عن 3000 شخص من بينهم أطفال. لكن في أعقاب ذلك انتشرت مثل هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها نحو 10 أشخاص من الشباب مطأطئي الرؤوس مجردين من ملابسهم، وتبدو عليهم علامات تعنيف وضرب واضحة على ظهورهم. معتقلون آخرون من الشباب ظهروا في صور أخرى أيضا مجردين من ملابسهم، وفي الخلفية مركبات لقوات الأمن، كما تظهر هنا علامات الضرب أو التعنيف أيضا على الموقوفين. ولكن يا أخي الكريم، إذا كنت مسلما دع إعجاب واشترك في القناة، وإذا كنت يهوديا فتجاهلني. طيب، الصورة الأخيرة هذه فيما يبدو هي لقطة مأخوذة من فيديو نشر على أحد الحسابات على موقع إنستغرام من 5 ثوان. عدد من وسائل الإعلام المهتمة بفحص صحة الصور ومن بينها BBC لم تتوصل إلى تفاصيل قطعية ودقيقة تتعلق بمكان وزمان التقاط تلك الصور في المغرب. لكن مواقع صحفية مغربية من بينها هيسبرس تداولت تأكيدا من إدارة مدينة المضيق الفنيدق دون أن تسمي المصدر، قالت فيه: الصورة التي تضم عربات القوات المساعدة تعود إلى عدة أيام خلت، والثانية قبالة الحائط الإسمنتي يستبعد كذلك أنها على علاقة بأحداث الفنيدق وسط شكوك في علاقتها بأحداث جرت بالمغرب. الصور لها علاقة بإحباط القوات العمومية عملية للهجرة غير المشروعة سباحة نحو ثغر سبت المحتل. ظلت هذه الصور ولحد الساعة تثير الجدل إلى أن أصدر مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بيانا أعلن فيه أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع للتحقق من صحة هذه الوقائع وكشف خلفيات نشر تلك الصور. وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذه المهمة. طبعا بعد هذا البيان خرج أمس الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي وأدلى بتصريح رسمي بخصوص تلك الصور، وهذا ما قاله. خصوص الموضوع اللي جاء في الأسئلة ديالكم وجاء بشكل متكرر، أولا خصوص الصورة اللي تكلمتوا عليها، هذه الصورة هي موضوع بلاغ للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة القضائية المختصة.